هنتكلم باختصار عن مرض اضطراب ثنائي القطب او البايبولار ديس اوردر. البايبولار ديس اوردر ليه سموه ثنائي القطب؟ لان النوبات بتتراوح بين نوبات اكتئاب ونوبات هوس، عشان كده سموه الهوس الاكتئابي. طيب نوبات الهوس ممكن تيجي ازاي للمريض؟ بيكون عنده شعور زايد بالسعاده، شعور مفرط، سعاده غير طبيعيه. كذلك ممكن يجي بزياده في النشاط، تلاقي حركته كتير، طاقته عاليه. ممكن يجي تغير في السلوك، يكون مثلا يصرف فلوس كتير، يعمل علاقات كتير، يتكلم مع اصحابه كتير، فدي كده سموها نوبه هوس. طب الشق الثاني اللي هو نوبات الاكتئاب، اول حاجه بيكون عنده شعور بالهم والحزن اغلب اليوم، فقد في الاهتمام، الحاجات اللي هو كان مهتم بيها وبتفرحه ما عادتش بتفرحه. كذلك ممكن يظهر عليه تغير في الشهيه وفي النوم، ياكل كتير او ياكل قليل، ينام كتير او ينام قليل. كذلك ممكن تيجي معاه افكار انتحاريه، ودي ساعتها لازم نرجع لدكتور.